اغرب فكره شفتها في سوق العربيات في مصر، ازاي تشتري عربيه اقل من ثمنها بمليون جنيه او اكتر او اقل، الله اعلم. شفنا اوتلت للهدوم وكمان للميك اب وكمان للاجهزه، لكن عمرك شفت اوتلت للعربيات؟ اكيد لا. يعني الوحش ده فارق عن ثمنه 3 مليون وشويه حلوين. زيكر 001 اقل من ثمنها ب 400 الف جنيه، ماشيه 13,000 كيلو بس لسه ما رخصتش. افاتري 07 عربيه زيرو واقل من ثمنها ب 400 الف جنيه. اما التوين هاوس ده بقى اقل من ثمن السوق 700 الف جنيه. اما الواي 7 الجميله دي بقى اقل من ثمنها والله مش عارف، اصل هي سبيشال اديشن وسبيشال كلر. العربيات هنا مواصفات واضحه وصريحه وكاشفه في مراكز معتمده وكبيره، تكشف تاني وانت بتستلم. كل عربيه جنبيها الايباد بتاعها، هتلاقي فيه الملف بتاع العربيه، لو فيها خربوش هتلاقيه مذكور، وفيها الكشف الشامل في المراكز المعتمده. العربيه هنا بتقعد 7 ايام، 7 ايام ودقيقه بره المعرض. حابب ابارك لاخويا وصديقي الغالي قوي عليا احمد زين، قامه من قامات العربيات الكهرباء في مصر، وعايز احييه اول اوتلت للعربيات الكهرباء والهايبرد والريف، ونفهم بقى منه الكونسبت عشان الفكره عبقريه بصراحه. انا شايف الفتره اللي فاتت ناس كتير جدا استوردت عربيات بنفسها، وبعدين مؤخرا التوكيلات بدات تدخل في المجال، فناس كتير قوي بقت عايزه تبدل العربيات اللي استوردتها بعربيات وكيل، فبالتالي بيعرف يقدم تنازلات في السعر بشكل كويس. بدات اجمع العربيات دي واعمل منها داتا بيس، لقيت ان احنا نقدر نجيب عربيات بارخص من سعر السوق، بيوصل ساعات ل 20 و30% من سعرها. فبالتالي عملت كونسبت ان انت العربيه تتباع خلال 7 ايام، ومقابل ده احنا بنعمل فحص للعربيه. العربيه مثلا دي انت هتاخدها فيها سكراتش، فسكراتش في الجنط مثلا، فده منزل 50,000 جنيه، منزل فيها قطعه في الفرش، او ما فيهاش حاجه خالص وانت مستعجل على البيع. تفتكر بقى المجرعه دي بكام؟ بس خلي بالك عليها اختها الصغيره هديه.